أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء فرقها القبض على عثمان البلوطي بلجيكي الجنسية، والذي يعد أحد أبرز المطلوبين دوليا للسلطات البلجيكية، والصادر بحقه نشرة دولية حمراء والمدرج على قوائم منظمة الشرطة الدولية الجنائية الانتربول ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون اليوروبول لتورطه في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية والإتجار بالمخدرات. في العالم ديال الاجرام كاين جوج ديال الانواع ديال الناس، كاين اللي كيهز السلاح باش يفرض راسو، وكاين اللي كيهز الساروت ديال هذا العالم هذا كامل. النوع الاول ما كيتعطلش بزاف ودغيا كيسالي، يا اما مقتول ولا في الحباسات. اما النوع الثاني فهو اللي كيبني الامبراطوريات ديال الاجرام اللي كتدوم لسنين وسنين. والشخص اللي غنهضروا عليه اليوم الاخوان في هذه الحلقه هذه، واللي كبر في الازقه ديال انفيرس بلجيكا، فهم هذه المعادله هذه مزيان وهو باقي مراهق صغير، وما كانش باغي يكون مجرد واحد البزناز صغير اللي كيبيع الجرامات ديال المخدرات في الزناقي وهو كيتخبى من البوليس عندك يجدو، وانما كان باغي يكون هو الامبراطور وهو البوس، وهو اللي كيقرر شنو اللي غيدخل اوروبا وشنو اللي غادي يخرج منها. اليوم الخوت غنغوصوا في اعماق اضخم ملف في الموكرومافيا، وغنعاود لكم القصه ديال الشبح عثمان البلوطي، امبراطور الكوكا في بلجيكا. فشكون هو عثمان البلوطي وشنو هي الاعمال اللي كان كيقوم بها، وكيفاش حتى اصبح هو المطلوب رقم واحد في جماعه الموكرومافيا، واوروبا وامريكان كلشي كيفتش عليه. شنو علاقته بالزعيم رضوان الطاغي وكيفاش كانت النهايه ديالو في دبي، وبزاف ديال الاسئله والتفاصيل وحده اخرى الخوت اللي غنشاركها معكم في هذه الحلقه هذه. فلا عليكم وكيف العاده، واذا كنتم مهتمين بهذه الحلقه انكم تشدوا شي بلاصه اللي فيها سكت والكالم وتتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. ايضا ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم. اذا كانت هذه هي اول مره كتشوفني فيها عجبكم المحتوى اللي كنقدم، فما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتوكلوا على الله. باش نفهموا القصه ديال عثمان مزيان الخوت، خصنا اولا نعرفوا فين كبر. وهنا غنمشيو لمدينه انفيرس في بلجيكا، المدينه اللي معروف عليها انها هي عاصمه الالماس والمجوهرات في اوروبا، وفي نفس الوقت هذه المدينه هذه فيها ثاني اكبر ميناء اللي كاين في اوروبا. وفي الاحياء ديالها اللي في الغالب ديالهم كيسكنوا فيهم المهاجرين المغاربه، بحال حي بورغرهاوت على سبيل المثال، فهاد الحي هذا بالخصوص كاين واحد المجموعه ديال التناقضات. ففيه تقدر تشوف الفريع ديال الطوموبيلات والثراء الفاحش، والكونتونيرات غاديه جايه قدامك، والملاير ديال الدولارات كدوز، وانت ما عندك في جيبك حتى درهم وما عندك حتى باش تخلص قهوه. عثمان البلوطي تزاد وسط واحد العائله مغربيه اللي كافحات باش تعيش، والوالدين ديالهم المغاربه اختاروا انهم يجيبوا اللقمه ديال العيش ديالهم بالحلال وبالعرق ديال كتافهم. ولكن عثمان وخوتو كانت عندهم واحد النظره واحده اخرى لهاد الحياه، ومن الصغر ديالهم وهما كيشوفوا ان الميناء ديال انفيرس اللي حداهم واللي كيتعتبر من اكبر الموانئ في اوروبا هو اللي غادي ينقذهم من الفقر، وهو المغاره ديال علي بابا بالنسبه لهم. ومن هنا ومن هذا الميناء هذا بالتحديد بدات القصه ديال امبراطور الكوكا. عثمان الخوت ما بداش بتهريب المخدرات نيشان، وانما بدا كيصعد تدريجيا في هذا العالم هذا الكبير. واول حاجه بدا بها هي اللوجيستيك، فهو فهم باللي المشكل الكبير اللي كيعانيو منه الاغلبيه ديال الكارتيلات في كولومبيا وفي امريكا الجنوبيه هو كيفاش تخرج هاد السلعه هذه من الميناء وتوصل للهدف ديالها بلا ما تحصل في الرادارات. هنا غيخدم الذكاء ديالو وغيجيب لهم الحل، وغيبدا يخدم بواحد السيستم اللي كيتسمى بالتبديل. تخيل معايا كونتونير كتجي من امريكا اللاتينيه عامره بالكوكايين وفيها المئات الكيلوات ديال الكوكايين، واللي كيكون مخبي وسط سلعه قانونيه بحال البنان ولا القهوه. بمجرد ما كتوصل للميناء ديال انفيرس وكتحط، وقبل ما تدوز في الديوانه، عثمان البلوطي والرجال ديالو كانوا كيدخلوا بالليل للميناء وكيمشيو لديك الكونتونيرات هذيك بالتحديد، وكيهزوا ديك الشكار ديال الكوكايين اللي داخل منها وكيحطوه في واحد الكونتونير واحد اخرى اللي ما غاديش تدوز في الديوانه، او اللي كتكون ديجا دازت في الديوانه. وهذا الشيء طبعا كيتم بالاتفاق مع الحراس ديال الميناء اللي كيكونوا ديجا مشريين. وبهذه الطريقه هذه كان كيحل واحد من اكبر المشاكل ديال هاد البارونات هادو، وكيهرب لهم البضاعه ديالهم بلا ما تشد في الديوانه. هنا شويه بشويه ومن بعد ما بدا كيتعرف غيصبح هو ملك اللوجيستيك في الميناء، خصوصا من بعد ما عمل المعارف تما في البور وكبر المجموعه ديالو اللي كتخدم معاه. هنا البارونات والكارتيلات الكولومبيين كلشي بدا كيتهاتف عليه وكلشي باغي يخدم مع عثمان البلوطي. لكن عثمان الميزه اللي كانت فيه هو انه ما كانش كيثق في البراني ابدا، وكان هو
العقل المدبر ديال كلشي، وكانوا خوتو بجوج هما اليدين ديالو في هذا العالم هذا ديال الاجرام. وواخا كان كيخدم معاه دراري صغار باش يحطوا له الطريق ولا باش يراقبوا الميناء، كان كيحاول انهم ما يعرفوا عليه حتى شي حاجه وما يتواصلش معاهم مباشره، باش حتى اذا مشى وقع شي بلان ولا حصل فيهم شي واحد ما يجبدش الحس ديال عثمان البلوطي ابدا. هنا شويه بشويه آل البلوطي صبحت واحد البراند في العالم ديال المخدرات تما في بلجيكا، ولكن هادشي غير من تحت لتحت وغير في العالم السفلي بين البارونات والكارتيلات ديال المخدرات. اما في الواجهه وفي العالم اللي الفوق وفي العالم ديال الضوء والنهار، عثمان البلوطي كان واحد الوجه اللي نقي، لانه كان بارع في تبييض الاموال، وكان كيبان عليه انه واحد الرجل ديال الاعمال اللي كيلبس نقي كيهضر مزيان، وكيبان انه كلاس وراقي وبعيد كل البعد على الاعمال ديال العنف والاعمال ديال الاجرام. ولكن ورا هذا الهدوء هذا ورا هذا الكالم وهذا الرزانه كاين واحد الشخص اللي عبقري وذكي ذكاء التعاليب، اللي يقدر انه ينسق شحنات ديال الكوكايين اللي كتوصل ل 5 و10 ديال الطن في ليله واحده. فهاد المرحله هذه بدات، ومن بعد ما اكتسب عثمان البلوطي الشهرة الكبيرة في العالم ديال المافيا والمخدرات، غتبدا الفلوس كتصب عليه وعلى التنظيم ديالو في حال الشتاء، والملايين ديال الدولارات واليوروهات اللي كان كيربحها من هذا الاعمال ديالو ديال اللوجيستيك اللي كانت كتجمع في الخناجي وفي البوالز وكتقصد المقرات ديالو. فهنا غيجي اول تحدي لعثمان البلوطي، هو فين غادي نغبروا هاد الفلوس هذه كامله وفين غنعملوها وكيفاش غادي نخفيوها باش ما يعيقوش بين البوليس. وطبعا الحل الوحيد اللي قدامه هو انه يقوم بالغسيل ديالها في العقارات الفاخره. فعثمان البلوطي ما كانش من ديك النوع اللي كيخسر الفلوس ديالو في السهرات الخاويه والتبذير وانه باغي غير يبان، وانما كان دماغ وكان كيفكر في الاستمراريه، وكان اي خطوه كيعملها الا وكيضرب له 1000 حساب، وكان باغي انه يستمر في الدومين هذا وما يطيحش بالزربه، حيتاش كان عارف ان ديك البذخ وديك العياقه الزايده راه غتجلب له الانتباه ودغيا غيحطوا عليه العين. فاول حاجه من بعد ما بدا كيربح هاد الزبابل ديال الفلوس، بدا كيشري العقارات بالاسماء ديال العائلات ديالو وكينشئ شركات وهميه، وبدا كيدخل ديك الفلوس هذيك المحرمه والغير قانونيه في واحد الدوره ديال الاقتصاد القانوني. واهم حاجه هو انه بنى علاقات مع رجال اعمال حقيقيين، وبدا كيبان كواحد من اعيان الجاليه اللي خدموا وكافحوا ووصلوا للهدف ديالو. ولكن الامن البلجيكي طبعا ما كانوش ناعسين، وكانوا مراقبين كل شيء والنمله ما تزهق، وكانوا كيشوفوا وكيلاحظوا كيفاش واحد الشاب اللي ما عنده حتى شي وظيفه رسميه قدر يعمل هادشي هذا كامل، واصبح كيمتلك عمارات وفيلات فخمه وكيركب على سيارات اللي كتسوى المئات ديال الالاف ديال اليورو. زيد على هادشي هذا عائلته كامله كتشري عقارات واراضي في جميع البلايص من هذا العالم. هنا غتبدا المراقبه في صمت من عند البوليس، وبدا التنصت على المكالمات، وغيبدا الحبل كيتزير على عثمان البلوطي شويه بشويه، وهو عاقب هادشي هذا وعاقب ان البوليس بداو كيراقبوه. فهنا عثمان البلوطي غيعمل اذكى واخطر حركه في المسار ديالو كامل، ومن بعد ما بدا كيتزير عليه الحبل غيقرر انه يخوي بلجيكا نهائيا، وغيمشي لواحد البلاصه اللي غيحسب ليه انه غيكون فيها فوق القانون. وهاد البلاصه هذه هي دبي، المدينه ديال المجرمين وبارونات المخدرات بامتياز، اللي كتعتبر هي الملاذ الامن ديالهم وهي المقصد ديالهم. فدبي بالنسبه لعثمان البلوطي كانت هي الجنه الضريبيه وهي الحصن الامن بالنسبه ليلو. وعثمان البلوطي استفد من الاخطاء ديال البارونات والتجار ديال المخدرات وحدين اخرين، وحاول انه يغادر اوروبا على بكري قبل ما يشدوه وقبل ما يطيح في المصيده ديال البوليس. ومن تما من دبي بدا كيعيش الحياه ديال الرفاهيه بكل المقاييس، غيسكن في افخم الفيلات والبارتمات، كيلبس غير الحوايج الفريع والساعات الغاليين، كيركب في سيارات فخمه، كيتعشى عشوات غاليه، واكثر من هادشي هذا باقي مستمر في الخدمه ديالو وكيسير الشحنات ديالو ديال الكوكايين اللي كتدخل من كولومبيا غير بالتليفون. والتقارير المخابراتيه اللي خرجت هذه الفتره هذه كتقول ان عثمان البلوطي والامثال ديالو من البارونات ديال المخدرات والمجرمين كانوا كيعيشوا في دبي واحد الحياه اللي خياليه بكل المقاييس. بالنسبه للسكن كانوا كيسكنوا في شقق فاخره في نخله غاميرا اللي الكرا فيها كيوصل ل 200,000 دولار العام. بالنسبه للسيارات كانوا عندهم اسطول ديال الطوموبيلات الفخمه بحال الرولز رويز، الفيراري، اللامبورغيني
لامبورغيني بارقام ديال لوحات ميزه اللي هي بوحدها كتسوى الزبابل ديال الفلوس. اما على الساعات والحوايج فحدث ولا حرج، غير ساعه واحده من الساعات اللي كان كيلبس عثمان البلوطي تقدر تشري لك بارتما فخمه هنا في المغرب. خصوصا عثمان البلوطي اللي كان معروف بالعشق ديالو للساعات النادره، وكان كيلبس ساعات في يده اللي البعض منا كيوصل الثمن ديالها ل 500 مليون سنتيم مغربيه. ولكن السؤال المحير هنا هي ترى عثمان البلوطي كيفاش كان كيجيب هذه الفلوس هذه كامله؟ زعما هادشي هذا كامل عملوه من لوجيستيك ومن النقل ديال الكوكايين. عثمان البلوطي هنا راه ما كانش كيلعب اللعب صغير مع بزنازه صغار وكان كيوصل لكيلوات قليله، وانما السيد كان كيلعب مع الكبار وكان كينسق مع بارونات كبار في كولومبيا وكيأمن لهم النقل ديال الاطنان ديال الكوكايين. وفي واحد الحوار اللي كان تسرب من بعد في التحقيقات اللي قامت بها البوليس، في واحد الصفقه اللي كانت دازت ما بين عثمان البلوطي وواحد من البارونات الكبار الكولومبيين، ان هذا البارون الكولومبي هذا قال عبر التطبيق المشفر اللي كيخدموا به برسائل PGP عندنا 2 طن واجده في الميناء ديال بوينافينتورا والثمن هو 25,000 دولار للكيلو الواحد توصل حتى الميناء. عثمان غير رد عليه بكل بروده، ماشي مشكل اعطيني الرقم، الدراري في الميناء ديال انفيرس عندي واجدين. وهنا اذا بغينا نعملوا عمليه حسابيه شحال البلوطي غيربح من هذه الصفقه هذه اللي غيأمن الدخول ديالو هو والدراري ديالو من ميناء انفيرس، فخصنا نضربوا 2 طن اللي هي 2000 كيلو في 25,000 دولار واللي غتعطينا 50 مليون دولار في صفقه واحده. وطبعا عثمان كياخذ العموله ديالو والربح ديالو واللي بقى كيتقسم على ليكيب كامله ديال الميكرومافيا اللي كتخدم معاه. وطبعا هو جالس في دبي مستمتع بالاشعه ديال الشمس وكيشرب العصير ديالو وكيدوز غير التليفون، والدراري في انفيرس هما اللي كيخدموا هما اللي كيعملوا بكل شيء وهما اللي كيدوزوا السلعه، وعنده دراري اللي كيشدوا الفلوس واللي كيخلصوا هاد الناس واللي كيرشيو الحراس. المهم شبكه علاقتها كتخدم في الخفاء بحال الخليه ديال النمل. وواحد المره سنه 2019 غتوقع واحد القصه مع عثمان اللي خلاته انه يفقد الاعصاب ديالو. فين كانت كاينه واحد الشحنه ديال طن ونص ديال الكوكايين مخبيه وسط كراطن ديال البنان اللي جايه من الاكوادور. وطبعا الخطه كانت بسيطه وسهله وروتينيه وداكشي اللي كيعملوه ديما غيعملوه اليوم. الكونتونير اللي مشارجيه بهاد البنان وهاد الكوكايين غتدخل للميناء بالضبط للرصيف 133 داخل انفيرس، والفريق ديال المهمات الخاصه ديال عثمان غيدخلوا بالليل غيشبروا سوارت ديال الكونتونير من عند الحراس اللي كاينين تما واللي مرشيين، غيفتحوا الكونتونير هادي وغيبداو يخويو الكوكايين اللي فيها، وهذا الشيء قبل ما تفتش وقبل ما تدوز في الديوانه. ولكن هنا غيوقع واحد الغلط، وهاد الكونتونير هادي غتحط في واحد الرصيف اللي مجهز بالكاميرات الحراريه واللي مراقب. وعثمان من دبي كان متبع العمليه كامله، وفاش وصلوا الخبر ان البوليس عاقوا بهم وانهم جايين في الطريق وقربوا الميناء، غيعطي الامر للدراري ديالو انهم يشعلوا النار في هاد الكونتونير هادي ويحرقوها ويهربوا. وديك الليله هادي ضاعت تقريبا 40 مليون دولار في لحظه واحده. ولكن بالنسبه لعثمان هذه كانت غير واحد الخساره دايزه في واحد البيزنس اللي كيدخل منه الملاير ديال الدولارات. في دبي عثمان البلوطي ما كانش بوحدو، وهاد المدينه هذه كانت كتجمع غير الريوس الكبار. وتما عثمان البلوطي غيتلاقى مع الزعيم ديال الميكرومافيا رضوان التاغي قبل ما يتشد، وغيتلاقى ايضا حتى مع رافائيل رينالدي الزعيم ديال المافيا الايطاليه، وغيتلاقى ايضا حتى مع الكيناهان الزعماء ديال المافيا كيناهان الايرلنديه، وبزاف ديال القمم الاجراميه اللي كانوا كيتجمعوا تما في دبي وكيجلسوا في مجمع واحد وكيتناقشوا مع بعضهم وكيعملوا اجتماعات سريه وكيحاولوا انهم يوصلوا لحلول كيفاش يتحدوا مع بعضهم ويوحدوا الممرات ديال التهريب في اوروبا كامله. وهذا الشيء طبعا باش ينقصوا عليهم المصاريف، حيتاش اصعب حاجه في الدومين هذا واكثر حاجه اللي كتاكل الفلوس وكتاخذ واحد راس المال كبير هي انك تشري الطريق وانك تامن هذا الطريق هذه باش البضاعه توصل بكل امان. وهنا غيعملوا واحد الخطه بيناتهم وهي التامين على الشحنات ديالهم. يعني اذا مشات حتى طاحت شي شحنه او لا حصلت عند البوليس، فهاد الريوس الكبار هادو مع بعضهم كيعوضوا بعضياتهم باش ديما يبقاو الفوق ويبقاو طالعين ومتحدين وما يطيح فيهم حتى شي واحد وحتى شي واحد ما يتكسر، حيتاش كان كل واحد فيهم كيكمل الاخر وكل واحد كيامن واحد المنطقه معينه، وكانوا خدامين فحال شي سلسله في اوروبا، وكل واحد شاد واحد الطريق معينه اللي مسؤول عليها واللي كيامن المسارات ديالها. والارقام كتقول باللي في هذه الفتره هذه عثمان كان كيسيطر تقريبا على 30% ديال الكوكايين اللي كيدخل بلجيكا ولوكسمبورغ. وحنا هنا كنهضروا على الثروه ديال واحد الشخص اللي وصلت للملايين ديال الدولارات. لكن وسط هذه الرفاهيه هذه المطلقه اللي كان كيعيش فيها عثمان البلوطي، كان كاين الرعب اللي كان كيخاف منه عثمان البلوطي
واللي هو الخيانه، وكان ديما خايف من ان الخيانه تجي من عند شي حد، وكانت عنده الشكوك في كل شيء حتى في اقرب المقربين منه. واحد المره يقال انه كان دخلوا الشك في واحد من المساعدين ديالو تما في بلجيكا اللي شك فيه انه ربما يقدر يكون مخبر ديال البوليس. وعثمان هنا وبصوت كالم وهادئ من التليفون من دبي غيعطي الامر للرجال ديالو انهم يسكتوا هذا الشخص هذا للابد. وفعلا من بعد ايام قليله غيلقاو هذا الشخص هذا مقتول في الضواحي ديال بروكسل. ولكن بالرغم من ذلك هادشي هذا ما كيعنيش الراحه بالنسبه ليلو والتخلص من هذا الخوف ديال الخيانه اللي كان كيرافقو ديما. وهذه الخوت هي الضريبه ديال هذه الحياه هذه. فالفلوس موجوده والرفاهيه كاينه ولكن الراحه مفقوده، وديما عندك ديك الاحساس انه في اي لحظه تقدر تجيك الضربه من اقرب المقربين منك اللي يوشيو بيك ويبلغوا بيك البوليس، خصوصا فاش كتكون كتخدم في واحد الدومين اللي فوق القانون ومحرم. ولكن هنا وفي هذه الفتره هذه غتوقع واحد الحاجه اللي عثمان البلوطي ما كانش ضارب لها الحساب. تخيل معايا انك واحد البارون ديال المخدرات عالمي، عندك واحد الشبكه ديال العلاقات كبيره بزاف، وانت بعيد كل البعد على المكان ديال الخطر وجالس في دبي وكتسير الامور ديالك كامله غير بالتليفون، وماشي باي تليفون وانما بواحد التليفون اللي مكتوب عليه سكاي او سي سي. وهذا التليفون هذا اللي القيمه ديالو كتسوى اكثر من 2500 اورو، واللي ما فيه لا كاميرات لا حتى شي مميزات ديال الرفاهيه، وفيه حاجه وحده وهي التطبيق ديال الشاط وجي بي اس وميكروفون. ولكن هذا التطبيق هذا ديال الشاط اللي فيه مشفر واحد التشفير عسكري، بحيث واخا كتكتب ميساج كيوصل بواحد الشكل مشفر بطريقه بي جي بي اللي حتى شي واحد ما كيعرف يفك الرموز ديالو من غير المتلقي اللي غيتلقى له هذا الميساج هذا. هنا عثمان البلوطي كان كيحسب له باللي هذا التليفون هذا هو الحجاب اللي كيحميه من العين ديال البوليس، وانه باستعمال هذا النوع هذا ديال التشفير بي جي بي فراه محمي والبوليس مستحيل انهم يتجسسوا عليه. ولكن اللي ما كانش عارفوا عثمان البلوطي باللي في واحد المختبر سري في بلجيكا كاينين عباقره ديال المعلوميات والكودينغ اللي خدامين 24 ساعه على 24، واللي هما فرع من الفروع ديال البوليس البلجيكي، واللي الخدمه ديالهم هي انهم يفكوا الشفرات ديال هذه الرسائل هذه. فهاد النوع ديال الهواتف هذا الخوت اللي هو سكاي او سي سي هو سلاح ذو حدين، والارقام هنا كتخلع. وكاينه تقارير كتقول بانه كاين اكثر من 170 الف مستخدم لهذا النوع هذا من الهواتف، وعثمان البلوطي كان واحد منهم. ولكن بالرغم من ذلك وبالرغم من ان هذا النوع ديال الهواتف هذا كيخدم بواحد التشفير اللي معقد، الا ان البوليس غيقدروا انهم يفكوا احدى الشفرات ديال الرسائل اللي كانت ما بين عثمان البلوطي وواحد من العمال اللي خدامين معاه. فين كان كيهضر عثمان مع هذا الشخص هذا، وهذا الشخص صيفط ميساج لعثمان وقال له البارح دخلت واحد الكونتونير اللي فيها التفاح، والتفاح المقصود به هنا هو الكوكايين، وقال له باللي حطيناها في البلوك رقم كذا وشحال خصنا نخرجوا. عثمان هنا غيجاوبو غيقول له غادي تخرجوا 500 طوبه بمعنى 500 كيلو، وقال له غتلبسوا اللباس ديال عمال النظافه وغتدخلوا مع 3 ديال الصباح، والكاميرا رقم 14 في ديك الوقت غتكون طافيه. هاد النوع ديال الميساجات الخوت كانت كدوز مشفره عبر هاد الهواتف هذه، وباش انك تحل الشفرات ديالها فراه خصك الاف السنوات باستعمال الحواسب العاديه. داكشي علاش عثمان كان كيهضر بكل اريحيه وكان كيذكر جميع التفاصيل، وكان كيعطي اوامر ديال التصفيه، وكيهضر على رشاوي بمئات الالاف ديال اليوروهات اللي كتعطى البوليس، وكيذكر شي تفاصيل اللي ما تقدرش تقولها حتى وجها لوجه، حيتاش هو تايق في التكنولوجيا وعارف ان هذا التليفون هذا محمي والتشفير ديالو مستحيل يتفك. لكن في 9 مارس ديال سنه 2021 غتوقع شي حاجه اللي ما كان ضرب لها الحساب حتى شي واحد. فين الشرطة البلجيكية والهولندية اعلنت بأنها قدرت تخترق السيرفر الرئيسي ديال هاد الشركة هادي سكاي او سي سي في كندا، وتخيلوا معايا تما الصدمة اللي لقاوها. البوليس هنا بقاو كيقراو الكمية ديال ديك الميساجات المكتوبة لمدة ديال شهرين كاملة قبل ما يسدوا هاد السيرفر هذا، وهنا البوليس غيقدروا يوصلوا لجميع الرسائل اللي كان كيكتبها عثمان البلوطي، وغيبقاو مراقبينه واي ميساج كان كيكتبوا الا كانوا كيعملوا له سكرين شوت. وهنا البوليس غيوصلوا لشي معلومات اللي مرعبه بكل المقاييس، بحيث غيتم مصادره الملايين ديال الرسائل وتقريبا 30 طن ديال الكوكايين اللي تسدات من عند البوليس في ظرف اسابيع غير بسبب هاد الرسائل هذه وهذا الاختراق اللي قاموا به. وتفضحات اسماء ثقيله في اوروبا ورشاوي بالملايين ديال اليورو اللي تعطات وسط الميناء ديال انفيرس. واحد من المساعدين ديال عثمان البلوطي في انفيرس اللي كان كيتسمى بالمبرمج، واللي يقال انه هو اللي كان كيحضر هاد التليفونات هادو لعثمان البلوطي
البلوطي والدراري ديالو، وهو اللي كيعلمهم كيفاش يستخدموها وكيفاش يصيفطوا الرسالات المشفره، بحكم انه كان قاري هذا الدومين هذا كامل، وكان كيعلمهم حتى كيفاش يمسحوا الداتا والبيانات ديالهم من بعد ما طاحت السيرفر هذا في كندا. هنا في هذه الفتره عثمان البلوطي غيصيفط واحد الرساله مستعجله من دبي، وغيقول للدراري ديالو كاملين هرسوا التليفونات ديالكم ولوحوهم في البحر، وهذا الشيء من بعد ما وصلوا الاخبار على اختراق السيرفر هذا. ولكن هنا هذا المبرمج هذا اللي خدام معاه كان ديجا تحت المراقبه من عند البوليس، والبوليس غيهجموا عليه وهو كيحاول انه يهرس التليفون ديالو بالمطرقه، وقبل ما يهرسوا غيشدوه وغياخذوا له ديك التليفون، واللي غيلقاو فيه واحد الكنز ديال المعلومات اللي غتسهل عليهم الخدمه بزاف. فين غيجبروا التصاور ديال الباليطات ديال الكوكايين اللي مطبوع عليها الشعار ديال ارماني وتويوتا، وهذه كانت هي الماركه او لا الشعار ديال عثمان البلوطي في ديك الفتره، وغيجبروا مجموعه ديال الرسائل، وهذا التصاور هذه اللي جبروها في التليفون ديال المبرمج كانت هي الدليل القاطع اللي ربط عثمان البلوطي بواحد المجموعه ديال الجرائم. هنا فاش طاحت السيرفر هذا وفاش البوليس اعتقلوا هذا المبرمج، وحيتاش عثمان البلوطي كان بعيد وكان في دبي وكيتواصل مع الشبكه ديالو غير في دبي، من بعد ما صافي السيرفر طاح وما بقاش قادر انه يتواصل معهم في هذا الهواتف هذه ديال سكاي او سي سي، غيبقى بدون اتصال مع الفريق ديالو ولقى راسو عمى وما عارف حتى شي معلومه على الفريق ديالو، شكون اللي تشد وشكون اللي باقي. وحتى الشركات ديالو اللي كان كيستعملها كواجهه ليه في بلجيكا بدات كطيح وحده ورا وحده بحال الاحجار ديال الدومينو، وواحد الشركه من الشركات ديالو ديال الاستيراد والتصدير غيخسر فيها ما يقارب 5 ديال المليون ديال اليورو في نهار واحد، زائد واحد المخزن سري اللي كان كيمتلكه في بروكسل اللي كانت فيه سلعه بقيمه 10 ديال المليون ديال اليورو غيتم المداهمه ديالو غتصادر ديك السلعه كامله. هنا عثمان البلوطي من دبي بدا كيحس بان ديك السيستيم وديك الامبراطوريه الكبيره اللي بناها على مدى سنين بدات كتنهار وكطيح بسبب واحد الغلطه تقنيه بسيطه، وان ديك العالم الرقمي اللي بنى به الامبراطوريه ديالو عن بعد اصبح هو القفص ديالو وهو السجن ديالو اللي غادي يحبسه. هنا من بعد السقوط المدوي ديال شركه سكاي او سي سي، عثمان البلوطي حاول انه يدارك الموقف وانه ينقذ ما تبقى من الامبراطوريه ديالو، وحاول انه يتنقل المنصات مجهوله في الدارك ويب ويبدا يخدم بها ويبدا يجري من تما الاتصالات مع العملاء ومع الدراري ديالو. ولكن بالرغم من ذلك الا ان الثقه بالنسبه له في التكنولوجيا ما بقاتش كاينه وما بقاش قادر انه يهضر بديك الاريحيه اللي كانت قبل. وهنا من بعد ما طاحت الشركه ديال سكاي او سي سي نضت واحد القربله كبيره بين البارونات ديال المخدرات وبين الناس اللي كانوا كيخدموا بهاد الشركه هذه وكيثيقوا فيها، وبداو كيتهموا بعضياتهم وناض بيناتهم واحد الغليان كبير. وعثمان هنا دخلوا الشك بان هاد الشركه هذه راه بنفسها هي اللي باعتهم للبوليس، وطبعا الخسائر الماليه بالنسبه لهاد البارونات واللي من بينهم عثمان البلوطي كانت فادحه وكانت بالملايير. ولكن الخساره الكبيره بالنسبه لهم كانت هي الامان اللي ما بقاش كاين، والحياه ديالهم صبحت مهدده واخا هما بعادين على اوروبا وكيتواجدوا في دبي. وعثمان هنا ما بقاش قادر حتى انه يكتب تصبح على خير لمرته في التليفون، حيتاش كان كيخاف ان المخابرات يكتشفوه ويعرفوا البلاصه ديالو فين كاين. وهذه المرحله ديال الخوت كانت هي البدايه ديال النهايه ديال عثمان البلوطي، البارون اللي تعتبر هو امبراطور الكوكايين في بلجيكا، واللي كان كيسير الميناء ديال انفيرس كامل غير من التليفون وغير بضغطة زر. ولا دابا عايش واحد الحياه ديال الرعب وكيتسنى غير الدقه ديال البوليس في الباب. حنا فاش كنهضروا على الملايير ديال الاوروات الخوت اللي كيمتلكوها هاد البارونات هادو، راه حنا ما كنهضروش غير على ارقام في الحسابات البنكيه. هاد الناس هادو اصلا راه ما كيعتمدوش على الحسابات البنكيه وما كيخبيوش فلوسهم في البنك، وانما كيستوكيوها اوراق وذهب وكيخبيوها في العقارات. كما اننا ايضا فاش كنهضروا على هاد الدومين هذا ديال الاجرام راه حنا ما كنهضروش غير على الفلوس، وانما كنهضروا على جرائم بشعه اللي ارتكبات ومجموعه ديال الارواح اللي تزقات بسبب هذا الشيء هذا. ففقط ما بين 2022 و 2023 المدينه ديال انفيرس في بلجيكا تحولت لواحد الساحه ديال الدم وواحد الساحه ديال تصفيه الحسابات. وعثمان البلوطي ومن بعد ما وقعوا له هذه المشاكل هذه كامله وهو جالس في الفيلا ديالو في دبي كان كيشوف كيفاش ان الشوارع ديال انفيرس تحولات لواحد الساحه ديال الدم، وكيفاش ان المكرومافيا راه ما بقاتش كتلعب غير اللعب النقي وكتاجر في المخدرات وصافي، بل صبحت واحد العصابه
الوحده اللي مختصه في حرب العصابات وتصفيه الحسابات. والارقام هنا كانت داميه وكانت صادمه، بحيث في ظرف عام واحد غادي تسجل اكثر من 100 حاله ديال التفجيرات واطلاق النار والقرطاس اللي وقعت في انفيرس بوحدها. فما بالك بالمدن البلجيكيه والهولنديه والاوروبيه كامله اللي كتسيطر فيها الموكرو مافيا. ففي هذا العالم هذا الخوت ديال المافيا، اذا مشات لك واحد الشحنه وحده ديال الكوكايين بقيمه 1 طن مثلا، فراه ما خصكش تسكت وخصك تجاوب بقوه باش ما تصبحش واحد الحيط قصير اللي كلشي كينقص فوق منه، وخصك تخلع الناس وتنفذ جرائم ديال القتل البشعه. فتخيلوا معايا واحد الحوار اللي كان تسرب بين عثمان البلوطي وواحد من الكابوس ديالو، ان هذا الكابو هذا صيفط رساله لعثمان البلوطي اللي كان في دبي وقال له راه واحد من الدراري ديال العصابه المنافسه ديالنا سرقوا لنا 400 كيلو ديال الكوكايين وقتلوا العساس وهربوا بالسلعه. عثمان هنا غيجاوبو وغيقول له ما تخلي حتى شي واحد فيهم ينعس مرتاح. بغيت هذا الميساج يوصل لكل شي في انفيرس، اللي كيقرب للسلعه ديال البلوطي راه كيقرب لقبرو. في يناير ديال سنة 2023 جات اللحظة اللي غيتقلب فيها كل شيء، فين غيوقع واحد الهجوم مسلح على واحد الدار في أنفيرس، وتعرضت هاد الدار هادي بواحد الهجوم عنيف بالقرطاس. وللأسف من ورا الباب ديال الكراج ديال هاد الدار هادي كانت كاينة واحد الطفلة اللي الاسم ديالها إينا، اللي في العمر ديالها 11 عام، واللي تصابت بهاد الطلقات هادي واللي ماتت. وهاد الهجوم هذا في الحقيقه توجه للعم ديالها اللي كان الاسم ديالو مرتبط بهاد المافيات هادي ديال المخدرات، وهي تصابت بالخطا وماتت بريئه. هاد الجريمه هادي من بعد ما وقعت غادي تهز بلجيكا كامله، وكل شيء انتفض على هادشي هذا اللي وقع، لدرجه حتى الملك ديال بلجيكا هضر على هاد الجريمه هادي، والوزراء بنفسهم غيخرجوا للشوارع. وعثمان البلوطي هنا لقى راسو في واحد الموقف محرج، حيت يقال ان الدراري اللي طلقوا النار على هاد الدار هادي راه كيتبعوا ليلو، وانهم مشاو ينتقموا من ديك الناس اللي سرقوا له السلعه من الستوك ديالو. هنا بلجيكا كانوا عارفين ان عثمان البلوطي كيتواجد في دبي، ولكن حيتاش دبي ما كانت عامله حتى شي اتفاقيه ديال تسليم المجرمين والمطلوبين العداله مع حتى شي دوله، فالسلطات البلجيكيه ما كانتش قادره انها توصل لعثمان البلوطي. ومن بعد ما وقعت هذه الجريمه هذه وماتت ديك الطفله البريئه، الانتربول واليوروبول والبوليس البلجيكي زادوا ضغطوا على دبي اكثر. وهنا عثمان البلوطي راه ما بقاش مجرد شبح، بل ولا عدو اول ديال الدوله البلجيكيه، واصبح واحد من اخطر المجرمين في اوروبا وواحد من اهم المطلوبين للعداله. ومن غير البوليس والامن، عثمان البلوطي غينوض له صداع حتى مع المنافسين ديالو والعصابات الاخرى اللي ناضت بيناتهم واحد الحرب كبيره ديال العصابات وتصفيه الحسابات، وبداو كينتقموا من بعضهم البعض. وهنا الحرب راه ما بقاتش غير بين المجرمين، بل حتى العائلات ديال هاد البارونات هادو صبحوا في خطر. والخوت ديال عثمان البلوطي هنا يونس ونور الدين صبحوا ملاحقين في كل بلاصه من طرف المنافسين ديالو، وحتى الوالدين والعائله ديالو اللي بقاو عايشين في بلجيكا ولاو كيعيشوا تحت واحد الحراسه امنيه شديده. وعثمان البلوطي كان باقي مخبي في دبي، وتم من دبي كان كيحاول انه يخلص محاميين كبار بالملايين ديال اليوروهات باش انهم يدافعوا على خوته وعلى العائله ديالو. ولكن الدم اللي سال في انفيرس بسبب العائله ديال البلوطي كان اقوى من المرافعه القانونيه، وهنا الامبراطوريه ديال ال البلوطي بدات كتنزف من الداخل. والقرطاس اللي كان كيحسب له باللي كيحميه هو اللي بدا كيحفر له القبر ديالو السياسي والمالي، خصوصا انه في العالم ديال الاجرام الخوت كاينه واحد القاعده ذهبيه، وهي ان الخيط ديما كيتقطع من البلاصه الرقيقه ديالو. فعثمان البلوطي واخا كان كيسير الامبراطوريه ديالو ديال المخدرات من واحد البرج عالي في دبي، الا انه ما كانش عارف بان السياسه الدوليه بدات كتطبخ له واحد العشاء اللي مر بزاف. وبلجيكا واوروبا كامله ما بقاوش قابلين بان اولادهم يموتوا بدم بارد بسبب بارونات اللي جالسين برعين في دبي وكيعطيو الاوامر من تما. وهنا الضغط على الامارات وصل للقمه ديالو من عند الاوروبيين، خصوصا من عند بلجيكا وهولندا، وبداو كيتهموهم بانهم كيحميوا المجرمين وانهم كيوفروا لهم واحد الوكر ديال الحمايه داخل دبي. هنا الامارات بدات كتحس بالضغط من برا، وبدات كتحس بان السمعه ديالها بدات كتوسخ، وفي ليله واحده كل شيء غادي يتقلب، فين غيتم واحد التنسيق ما بين بروكسيل وما بين دبي. بحيث في الاواخر ديال سنه 2023 غيمشي واحد الوفد امني بلجيكي رفيع المستوى لدبي، ومعاه هدايا تقنيه ومعلوماتيه اللي كتثبت التورط ديال مجموعه ديال البارونات اللي كيتواجدوا في دبي واللي مخبيين في دبي في هذا العالم هذا ديال المخدرات. وبلجيكا هنا اعطت الامارات واحد المجموعه ديال الملفات اللي تسربات من شركه سكاي او سي سي اللي كتبين التورط
ديال عثمان البلوطي والعائله ديالو في هذه الملفات هذه ديال الاجرام والمخدرات. وهنا غيتم واحد الاجتماع سري ما بين مسؤولين بلجيكيين ومسؤولين اماراتيين، فين المسؤولين البلجيكيين غايبين الاماراتيين ان عثمان البلوطي هو الشخص اللي كيغرق اوروبا كامله بالكوكايين، وعطاوهم جميع الدلائل اللي كتثبت هذا الشيء هذا كامل، وحتى التحويلات البنكيه ديالو في دبي، وعطاوهم الملف كامل مدروس مع حتى زد، وبينوا لهم العقارات ديالو في دبي اللي شاريها باسماء وهميه، وقالوا لهم احنا بغينا عثمان البلوطي في اقرب وقت ممكن. والمسؤولين الاماراتيين حتى هما غيردوا بالايجاب وغيقولوا الامارات وبالخصوص دبي ما عمرها ما غادي تكون واحد الملجا ديال المجرمين. وتما بدات المراقبه اللصيقه ديال الاماراتيين لعثمان البلوطي، وبدات المخابرات الاماراتيه حاضيه جميع التحركات ديالو. وفي يناير ديال سنه 2024 غيتحركوا الكوموندوس ديال شرطه دبي وغيقتحموا الفيلا الفاخره ديال عثمان البلوطي وغيلقيو عليه القبض وغيعتقلوه. البوليس ومن بعد ما دخلوا الفيلا ديالو غيلقاو واحد الكنز حقيقي، فهما تما ما لقاوش غير الفلوس والساعات الغاليه والحوايج الغاليين والسيارات الفخمه ديالو، وانما لقاو تما واحد الخزنه سريه اللي كان مخبي فيها الارقام ديال الحسابات ديالو البنكيه في بنما وفي جزر الكيمان، وجوازات سفر ديالو مزوره بجنسيات مختلفه. ويقال ان واحده من الجنسيات اللي كانت عنده الجنسيه ديال دوله الكاريبي اللي شراها تقريبا ب 200,000 دولار، وواحد المذكره مكتوبه بالخط ديال اليد اللي فيها واحد الليسته ديال الناس اللي كيسالوه والناس اللي هو كيسلم الفلوس. وهاد الخزنه هذه كان فيها واحد المجموعه كبيره ديال المعلومات واللي كانت بمثابه الصندوق الاسود ديالو اللي غادي يفرقع عائلات اجراميه كبيره واحده اخرى اللي كاينه في اوروبا. من بعد غيتم الترحيل ديالو مباشره لبلجيكا في واحد الطائره خاصه في واحد الرحله اللي مشدده الحراسه، وهذا الشيء بالتنسيق مع الانتربول ومع الشرطه البلجيكيه. ومن بعد ما هبطت هذه الطائره الخاصه هذه في المطار ديال بروكسل الدولي، عثمان البلوطي نزل وهو لابس كابيتشو باش يغطي وجهه، ولكن العالم كامل والصحافه اللي كانوا واقفين تما كل شيء كان عارف بان الزعيم ديال امبراطوريه المخدرات عثمان البلوطي تشد، وتما غياخذوه نيشان الحبس ديال بيفرين المشدد الحراسه، نفس السجن اللي كان فيه رضوان التاغي واللي تشد قبل منه. وتما غيبقى يتسنى المحاكمه ديالو اللي كانت سنه 2025 فين مدينه انفيرس البلجيكيه شهدت واحده من اضخم المحاكمات في التاريخ ديالها. عثمان البلوطي اللي كان كيسير واحد الامبراطوريه ديال المخدرات وكانت عنده دوله وسط دوله، لقى راسو دابا جالس وراه واحد الزجاجه مضاده للرصاص ومحاط بالعشرات ديال الكوموندوس الملثمين، وما بقاش هو البارون اللي كيعطي الاوامر، وانما ولا هو المتهم رقم واحد اللي كيتسنى الكلمه ديال القاضي في حقه. كما ان السلطات البلجيكيه هنا غتصادر واحد المجموعه ديال الممتلكات ديالو اللي كانت القيمه ديالها اكثر من 200 مليون اورو. ومن بعد واحد المحاكمه مطوله القاضي اخيرا غيصدر الحكم في حق عثمان البلوطي واللي هو 20 سنه ديال الحبس نافذه مع غرامات ماليه بالملايين ديال اليورو. وهاد 20 سنه اللي تعطاتو كانت مجموعه ديال الاحكام: 10 سنين بسبب قياده واحد المنظمه اجراميه، 5 سنين بسبب غسيل الاموال الدولي، و5 سنين بسبب المشاركه في الاعمال ديال العنف والقتل العمد. وحاليا عثمان البلوطي كيتواجد في واحد من احسن السجون اللي كاينه في بلجيكا، وهو كيدوز العقوبه الحبسيه ديالو في واحد العزله تامه. القصه ديال عثمان البلوطي الخوت هي واحد القصه العبره لمن اعتبر، وهي القصه ديال الشاب اللي بغى انه يختصر الطريق وبغى انه يسيطر على اوروبا وعلى العالم بالبضاعه البيضاء، واللي فعلا حققت شهاده وربح الملاير ديال الفلوس وعاش الحياه ديال الملوك والبطخ بامتياز. ولكن في الاخير النهايه كانت مأساويه وكانت متوقعه في الحقيقه، وهي النهايه ديال جميع البارونات ديال المخدرات ولجميع الناس اللي كيتبعوا الطريق هذه. فبالرغم من ان واحد من الرؤوس الكبار ديال المكرو مافيا طاح وبقى كاينه بزاف ديال الاسماء جديده في هذا الدومين هذا، الا ان النهايه في هذا الباب هذا ديما كتكون مصيريه وكتكون نهايه وحده، وديما النهايه كتكون وحده من الجوج: يا اما الحبس وانك تدوز 20 و30 والمؤبد في الحبس، ولا النهايه ديالك تكون بسبب واحد الرصاصه غادره من طرف الخصوم والاعداء ديالك. هذه الخوت كانت هي القصه ديال امبراطور المخدرات في انفيرس عثمان البلوطي. حتى لهنا الاخوان كنوصلوا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه. طبعا ما تنساوش انكم تخليوا لي الاراء والتعليق ديالكم من تحت في مكان التعليق. اي واحد فيكم عنده شي اضافه او تعليق، او لا عندكم شي قصه في بالكم بغيتونا نهضروا عليها في الفيديوهات الجايه، كتبوا لي هادشي هذا في مكان التعليق. تهلاو في راسكم الاخوان، والسلام عليكم.